ايه ده؟ انا عايش. بصوا مبدئيا كده، انا اسف على الفتره الطويله اللي انقطعت فيها دي. بص والله انا كان ورايا دروس واختبارات، وما كانش عندي وقت ابدا عشان انزل اي حاجه على اليوتيوب. انا مش عايز حد يجيلي في التعليقات ويقول لي انت رحت فين كده ويوجع دماغي. فيلا روح هات لك شيبسي ليمون معفر واتفرج. اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد، فيديو تسليكي. النهارده عندنا خدعه على التيك توك في ماينكرافت. ان شاء الله يا جماعه دي هتكون سلسله وهنكمل فيها طول حياتنا يعني ان شاء الله. ولو تفتكروا يعني عملنا حلقة قبل كده عن خدع التيك توك بس زمان قوي. فيعني ان شاء الله ديت اول حلقة تاني اهو. رجعنا للخدع. يلا مطولش عليكم، نسيبكم مع الفيديو. والله يا جماعة انا عارف ان انا هاجي في المستقبل وهبص على الحلقة دي وهقول ان دي اول مرة واول عالم لينا في خدع التيك توك. وهفتكره طبعا في المستقبل بعد ما اعمل خدع كتير قوي. هفتكر نفسي وانا بعمل اول خدعة. الله. وحط ريدستون تحت، بوابة على الاطراف. بس يلا لحظة الحقيقة ان شاء الله هتشتغل. واو. واو. فعلا فعلا اهو. بس هنا في بيطلع بخار. ايه ده؟ مش شغالة. موجودة. موجودة بس موجودة بس بيضحك علينا. نروح للخدعة اللي بعدها. تاني خدعة معانا. في واحد بيحط لافا على البرج الكبير ده من الجلوستون وبيغطيها بالمية. ايوه عشان يعمل كلب ستون افتكرت. لما تحط مية على اللافا يعمل كده. دلوقتي جوه بقى. الله. والله حلوة تحفة، هجربها اكيد. انا هحط البرج ده على الجبل اللي هناك عشان مش عايز املى المكان المسطح بتاعنا ده. انا خلصت البرج اهو. يلا نستنى. أه... محدش شاف حاجة. طيب يا جماعة انا تقريبا عملتها غلط، بصراحة مش قادر اعملها تاني. فيلا نروح للخدعة اللي بعدها. طيب الخدعة اللي معانا دلوقتي بيقول انها مزرعة دايموند. وانا شايف بصراحة ان الفيديو شكله من دلوقتي كده شكله فيديو كذب. يعني بيحط سلايم ولافا ومية. لا. واضح والله، واضح ان ده كذب. واضح ان ده كذب، وهكشف لكم الكذب ده دلوقتي ازاي عمله. حفرة على شكل علامة زائد، ونحط سلابات بالشكل ده من كل النواحي. يا فندم ممكن توسع؟ بعمل فيديو. وسع. وسع. والناحية التانية كمان. ولافا هناك. والناحية التانية كمان. نكتب. طبعا هو ده الكوماند اهو. هكتبه لكم في الديسكريبشن لو حبيتوا تعملوه يعني. مش عارف احط سلايم. مش عارف احطه. نسيت ان زرار الطيران اللي تحت ما عادش بيعمل شيفت. ازاي تمشي على الحيطة دلوقتي؟ دلوقتي بقى المفروض بعد ما عملنا كده نشغل ده. وبوم يا حبيبي. نسيت اقول لكم حاجه. كوماند بلوك ديت لازم تبقى بنفسجيه، اللي هي الريبيتنج دي، عشان كل مره تعمل دايموند كل ما تكسرها. دلوقتي بقى سلم لي على الدايموند كده. ايه ده؟ وانا مش عملتها ريبيتنج اهو كده. بقى عندنا دايموند لا نهائي. بس خدعة كذب. تمام. الخدعة اللي بعدها حاطط لك خط من الماجما وخط من السول ساند. حطهم كده فوق فيهم مية ومركب من غير ما يتكسر. اوه طرطشة. طرطشة طبيعية. حلوة حلوة حلوة. ايه الخدعة؟ هو دلوقتي يا جماعة عندنا دلوقتي الخدعة اللي بعدها بسيطة جدا. حفرة أربعة اتنين في اتنين. عادي جدا، كتر ما هي تافهة مش هقطع وانا بسجل هنا. حط كده اهو ومركب في النص. سيب المركب لغاية ما يموت. وبعدها يلا طرطشة عادي جدا. طرطشة عادي جدا اهو. والمركب غرقان جوه. بيقول لك ريل واي في المية. اسمه ايه؟ ماين كارت في المية، تتحرك تمشي في المية من غير سكة.
شوف، غالبا انا عارف الخدعة دي. ايوه عارفها. عرفتها، شفتها قبل كده زمان. هاي شباب. اول حاجة ليها علاقة بالموضوع، مش غاية شباب. ايه ده؟ المهم يلا نشوف. تنفع. حلوة. فعلا بتطير. والله بجد الخدعة دي يعني جميلة بجد. دلوقتي عشان نعمل الخدعة دي هنحط السكك الحديد بتاعة الكهرباء دي اللي بتشتغل، ونعمل كده. بجد يا جماعة الخدعة دي جميلة، انصحكم بجد تجربوها، تحفة. وبتوفر علينا الريل قوي، وتخلينا نعدي البحر بسهولة. بجد هايلة وعجبتني. بس مشكلتها الوحيدة دي انها بترميك بعيد، بس مش مشكلة، سهلة تتحل برضو. الخدعة اللي بعدها عبارة عن بتاع ده، معرفناش ازاي نبنيه بالظبط، بس واضح. اعتقد ان انا فاهم عمله ازاي، اكيد هقدر اعملها. دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا خلصته، وعملت خط طويل كده اهو، وكده اهو، على اليمين وعلى الشمال. بصوا، هو ديت ممكن نطولها زي ما احنا عايزين، ممكن نعمل ازودهم يعني كمان وكمان، بس كده كفايه. ايه 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 اسمه ايه؟ برا حاجه زي كده. المهم بصوا. الله، الله عليك يا برا. الخدعة اللي بعدها. هنا بيعمل ساعة ريدستونية، واعتقد على ما اظن يعني ان دي هتبقى احسن خدعة عندنا النهاردة. اعمل اوبزيرفر، خط طويل، 1 2 3 4 6. كم واحد؟ 6. متهيألي العدد مش هيفرق. نحط خط واحد، وبعدها نحطها من فوق، نبصل فوق، ونحط فوق اللمبات دي. اعتقد يعني انوار حفلة دلوقتي هيوصلهم بيهم كلهم. ايوه، حلو اوي. هنا 1 2 3، 1 1 1، كلها تك واحدة. الريبيتر ده عليه تك واحدة. الأرضية جميلة تحفة بجد. خط يروح يمشي يروح كده، جميل. في معلومة يا جماعة أنا لسه عارفها، إن لازم لما تزود في عدد دول لازم يكون عددهم عدد زوجي. يعني الخط ده لازم بس يكون 6 مش 7، ومثلا ايه 8 مش 9. دلوقتي بقى ايوه كده. ايه ايه حبايبي فيه. المهم انا متاكد انها هتشتغل، لو جربوها انتوا وبقولوا لي يعني نافعه معاكم ولا لا. انا متاكد انها نافعه، بس عايز اشوف بس هل المشكله عندي ولا المشكله من البتاع دي. لقينا واحد هنا بيفتح بوابه الاند، وبيحط تحتها قبل ما يفتحها حاجه، سور. ايوه، سور البامبي بتاع الشجر التشيري. حطها كده ومش عارف يدخل، صح؟ ايوه مش عارف يدخل. شغل البوابه. معلومة بس في السريع كده، لو على فكرة لو انتوا حاطين اي حاجة جوه البوابة كده، البوابة تشتغل كده كده برضو، مش فارقة كمان. بس انا كده بقى مقدرش ادخل. خد على بعدها. يعمل عمود خشب وكسر نصه. هنا يحط الكلب بتاع ده. ايوه. سلالم كوارتز، حط فوقيها ايه؟ ايوه، ضمد. سلالم تانية. انا عارفها دي. انا فهمت دي لمض تلقائية بتقيد بالليل بس. ديت تقريبا هيشغل اشوف. بس والله كانت هتبقى احلى لو انا خلى كنت العمود اطول. هو عامل قصير عشان النور يوصل للارض، بس انا مش عايز اعمل كده. كده نطفيها عشان تشتغل بالليل بس. دلوقتي لما نجيب الليل في ايه ده؟ ايه ده؟ اه، ثانية واحدة. دلوقتي المفروض لما نجيب الليل دي تنور. ايوه جميلة جدا اهو، حلو اوي. بس انا حطيت دي عشان تغطي البستون.
بس حطيت دي عشان تغطي البستون. هنا بقى عندنا واحد يحط علامة زائد في الأرض، يا ترى يعمل ايه؟ تقريبا هيعمل جهاز ينططه. يلا احنا عايزين نتنطط، احنا متنططين خلقة. المهم obsidian عشان السلايم ما يلزقش في البلوكات. كرة السلة، ايوه. حلو حلو، جميلة سكين تكنوبليد. حط الريبيتر هنا اهو، وهنا اهو بقى بيتحرك بشكل غريب، وهنا اهو، وهنا اهو، فوقهم اوبسيديان. دلوقتي لو جرينا عليه كده هينططنا. ايوان، دي ممكن تستخدمها في الاليترا مثلا، بس لازم نجري على البلوكة من النص عشان ننط. الطرف ما بينططش. ايوه حلوة. بصوا يا جماعة، بصراحة الخدعة ديت غلبتني عشان اعملها، فانا مش قادر اوريكم شرحها. المهم بس اوريها لكم كده ظاهريا. هتحطوا ارمر ستاند هنا اهو فوق بستون على سلاب، وتوصلوه بالريد ستون كده اهو لبريش بليت كده. تحطوا للارمر ستاند ده اي راس انتوا حابينها. ضغطوا بقى كل ده. هتلاقي هنا مكتوب ايه، دونت جيت كلوز، دونت بريس، قصدي ده بريش بليت. وبعدين طبعا اي واحد هيشوف كده هيلمسها. وبعدين اجي كده اهو، كريبر. اجي كده اهو اشوف كريبر. دلوقتي بقى يا جماعة هنحط الارم ستاند ده في حفرة، نحط ليه راس بابكن. الخدعة دي على فكرة من عندي، الاتنين دول لقيت لهم شفت ليهم فيديو زمان وعايز اوريها لكم. بس نعمل كده وبس كده، خلاص. دلوقتي بقى عندك ايه، عندك البتاعة دي جواها راس بابكن كده بس، يعني ايه، تقدر تقول ان تديها شكل لطيف يعني. طيب يا جماعة، دلوقتي خلصنا الفيديو، اتمنى عجبكم. متنسوش ديت هتبقى سلسلة، يعني هنكمل فيها لو لقينا التفاعل عليها جيد يعني. لو عندكم خدعة عايزيني انا اجربها، خدعكم انتوا عايزيني انا اجربها، ممكن تمنشنوها لي على الفيسبوك مثلا، او اي حساب تاني. تابعني على الفيسبوك وتيك توك وتويتر وسناب شات وانستجرام وكله. المهم خلصنا الحلقة، اتمنى اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.